أهلا بكم. المدافع الدولي بالعيد سيكون في العاصمة غدا وتقديمه لاعبا جديدا لنادي شبيبة القبائل. في ثاني خبر، كوسيلا بوعالية يعطي موافقته للانتقال لنادي الترجي الرياضي التونسي. إدارة شبيبة القبائل ترفض وتطالب بعرض أكبر من العرض المقدم، أي 600 ألف أورو. الروسي إيفان إيغناتيف يرفض العودة لفريق جياسكا واستئناف التدريبات. اللاعب تحجج بظروف عائلية وقام بإرسال شهادة مرضية على مرتين. اللاعب جلب فريق روسي ينشط في القسم الثاني بقيمة 80 ألف دولار، وإدارة شبيبة القبائل رفضت العرض. إدارة شبيبة القبائل أبلغت اللاعب بطلب فريق بقيمة مالية لا تقل عن 150 ألف دولار. جوزيف زيمباور يطلب رسميا التعاقد مع زين الدين فرحات. زيمباور كان قد تحدث أمسية البارحة مع إدارة النادي. رئيس النادي الهادي ولدعدي اتصل اليوم بمناجر اللاعب وطلب منهم مهلة زمنية لحل مشكلة السيولة. لا تنسوا لايك وتعليق، وبالتوفيق لجياسكو.